يا مساء الخير والحب والسعادة على كل حد بيتابعني على السوشيال ميديا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الأضحى. ربنا يا رب يعيد علينا الأيام ديت تاني بالخير والسعادة والفرحة، وكل حد عنده أمنية يحققها. أنا طالعة أرد على كذا حد بعت لي على رسائل الصفحة، بياخد رأيي في مشكلة وبيقول لي يا مروة من وجهة نظرك المشكلة دي حلها إيه؟ مبدئيا بشكركم كلكم ان انتوا اخترتوني ان انتوا تاخدوا رايي في حاجه زي كده، يا رب اكون اهل لذلك. الحاجه التانية انا حبيت اطلع ارد من خلال الفيديو ده علشان خاطر اقول رايي المتواضع لاكبر عدد ممكن، بدل ما ارد على الكام شخص بس اللي بعتولي. رايي المتواضع يا جماعه ان اي حل مشكله هتواجهنا الحب. حب ايه يا مروه؟ يعني انا مش بقولك ان انا بكره شخص وعايزه احبه، لا، انا مش ده اللي اقصده يا جماعه. اللي اقصده حب الحاجه اللي انت بتكرهها. يعني متضايق من شغلك، حبه. متضايق ان مراتك بتعمل كذا وبتسوي كذا، حبها. انت متضايقه من جوزك، حبيه. ليه يا جماعه بقول الحب؟ علشان الانسان لما بيحب الحاجه بيشوفها بوجهه نظر مختلفه. الانسان لما بيحب الحاجه بيبقى عنده طاقه وصبر وقدره على تحمل بعض العيوب اللي فيها، عشان لما الانسان بيحب حاجه بيبدع فيها. علشان الانسان لما بيحب حاجه بيشوف مميزاتها قبل ما بيشوف عيوبها. لكن لو مش بتحب شغلك او زوجتك او زوجك، او مش بتحبي امومتك، او مش بتحب اي حاجه في الدنيا، خلاص بقى انت كل اللي جاي في دماغك شيطانك كده قاعد ومستربع، وكل اللي عمال يعمله في حياتك ان هو عمال يكرهك في كل حاجه حاصله. لكن لو انا حبيت شغلي شفت مميزاته، فبالتالي مع مميزاته شفت عيوبه، هصبر. هحمد ربنا ان انا بشتغل وغيري عاطل مش لاقي شغل. هحمد ربنا ان انا في اخر الشهر بقبض مرتب وغيري بيمد ايده او مش لاقي حد يديله فلوس او بيستلف او فهلاقي مميزات تخليني اقول لا والله ده انا حتى شغلي ده بعيوبه ده انا الحمد لله عليه. زوجتي كذلك وزوجي كذلك. اي حاجه بقى انا بدي مثال، بس اي حاجه قيسوا عليها ان انتوا لما هتحبوها يا جماعه هتشوفوا مميزاتها، هيبقى حاسين ان دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. وحاجة تانية غير الحب، الرضا. ارضى بنصيبك. ساعات كتير بيكون مشكلة من مشاكل حياتنا هي السخط. أنا مش راضي عن عيشتي، أنا مش راضي على شكلي، أنا مش راضي على طولي، أنا مش راضي على أسري، أنا مش راضي على لون بشرتي، أنا مش راضية أن أنا شكلي كذا وفلانة شكلها كذا. فبالتالي الحياة مش هتبقى أحلى حاجة. لكن لما انا ارضى ان انا خلاص انا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار لي حياتي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار لي شكلي ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار لي شغلي ده، هو اللي اختار لي زوجتي، هو اللي اختار لي زوجي. مش معنى كده ان الحياه هتكون وردي بنسبه 100%، بس على الاقل هنقدر يا جماعه نتعايش معاها، هنقدر نعديها سوا، هنقدر ان احنا يوم نضحك ويوم نكشر. مش هيبقى الحياه كلها بقى ايه تقيله كده على قلبنا ومتضايقين. دي كانت وجهه نظري، واللي عنده اي وجهه نظر ثالثه يسيبها لي في الكومنت. انا قلت لكم ان الرضا والحب هيحلوا 90% من المشاكل، ويا رب كلنا نرضى، ويا رب كلنا نحب حياتنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي للجميع.